إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا درس جديد أيها الأفاضل الكرام من دروس التفسير من خلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم ابن جزي الغرناطي رحمة الله عليه. وما زلنا أيها الأفاضل مع سورة البقرة، وكنا وصلنا إلى قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. لكن حتى نربط الآيات بعضها ببعض لا بد أن نرجع قليلا إلى الوراء أو إلى الآيات التي سبقت هذه الآيات، لأنها تعالج موضوعا واحدا وقصة واحدة. نحاول أن نراجع ما أخذناه في الدرس الماضي سريعا، ثم نشرع في بيان معاني هذه الآيات ابتداء من قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود. إذن هذه القصة قدم لها المولى عز وجل في كتابه بقصة وجيزة مختصرة. لم يذكر المولى عز وجل زمنها ولا الأمة التي وقعت فيها هذه القصة، وهي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ومن أسلوب القرآن كما نذكر دائما أن الغرض أو المعلومات التي لا ينبني عليها فائدة لا يطول بها القرآن، فالعبرة في ذات القصة وأحداثها، ولا عبرة في من هم أصحاب هذه القصة ولا الزمن الذي وقعت فيه هذه القصة. لهذا أبهم المولى عز وجل كل هذا فقال: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني خرجوا وعددهم كبير بالألوف، والألوف جمع كثرة لألف، جمع القلة آلاف وجمع الكثرة ألوف. خرجوا حذر الموت. المفسرون ذهبوا أو لهم قولان في معنى حذر الموت، يدوران على أنهم خرجوا خوفا من عدو داهم بلادهم، وبين خوفهم من طاعون حل بأرضهم. وقلنا سبب خروجهم لا يهم كثيرا، لأن العبرة فيما سيأتي. ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فبين لهم المولى عز وجل أن حذرهم هذا لا يغنيهم ولا ينجيهم من قدر الله تعالى. فالذي كما قال المولى عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنتم خرجتم من دياركم فارين من الموت، فقال لهم المولى عز وجل بأسهل ما يكون وأيسر ما يكون: كونوا موتى فماتوا. ثم أحياهم المولى عز وجل ليبين لهم أيها الأفاضل أن الحياة والموت بيده سبحانه وتعالى وليست بيد البشر، ولا يغني حذر عن قدر. قال: أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما قال العلامة السعدي: لا تزيدهم النعم شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، بل استعانوا بنعم الله على معاصيه. هذا قال المولى عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس، يعني لذو نعم كبيرة على الناس، ومنها نعمة الإحياء والإماتة، ولكن للأسف أكثر الناس لا يشكرون، لأنهم لا يشعرون بأن هذا أو هذه نعم من المولى عز وجل. وأول مراتب الشكر أيها الأفاضل أن تستشعر بأنها نعمة من الله. أما إذا لم تستشعر أنها نعمة من الله أو أنها نعمة من الله، كيف لك أن تشكرها وأنت لم تشعر بها أصلا؟ فقال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظوا هذا الترتيب العجيب بين الآيات، بعدما ذكر سواء كان هذا الخطاب لهؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت أو لغيرهم لعامة الناس، فالمولى عز وجل يوجه أمرا بالقتال بعد ذكر هذه القصة، ليبين لنا أن أرواح العباد بيده سبحانه وتعالى، وأكبر عائق يعوق دون الجهاد في سبيل الله
هو خشية الموت. لماذا لا يجاهد أكثر الناس؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفنها في قلوبكم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير. لكن مصيبتنا في ماذا؟ أننا نحب الحياة ونكره الموت. فأكبر عائق وحاجز يحول بين العبد وبين التضحية في سبيل الله، لا سيما إذا تعلق الأمر بنفسه، هو حرصه على الحياة. فقال مولى عز وجل: هذه الأرواح بيد من؟ إذا لم تجاهد حفاظا على حياتك وروحك، إذا قدر لك المولى عز وجل أن تموت ستموت لأجلك، جاهدت أو لم تجاهد. فالواجب علينا أيها الأفاضل أن نمتثل أوامر المولى عز وجل، وما وراء ذلك نكله إليه سبحانه وتعالى لأننا لا نعلمه. فلاحظوا هذا الربط العجيب، بعد أن قال فأحياهم، لأنهم خرجوا حذر الموت، فأحياهم المولى عز وجل، أماتهم ثم أحياهم. إذن الإماتة والحياة والإحياء بيده سبحانه وتعالى. فلماذا تتركون الجهاد خوفا على أرواحكم وحفاظا على أنفسكم؟ قال: إن الله سميع عليم. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأنتم تعلمون أيها الأفاضل أن الجهاد يكون بالمال وبالنفس. الجهاد يكون بالمال وبالنفس. وفي عامة آيات الكتاب يقدم المولى عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالإنسان لا يجاهد حفاظا على حياته، لا يجاهد بنفسه حفاظا على حياته، ولا يجاهد بالمال شحا بهذا المال. فجاءت الآية الأولى: وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تظنوا ولا تبخلوا بأنفسكم في سبيل الله، وهي بيده سبحانه وتعالى. كذلك لا تظنوا ولا تبخلوا بالمال، والمولى عز وجل قد وعدكم فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وجعل المولى عز وجل أو وصف الإنفاق في سبيله بالقرض، لأن القرض، ما هو القرض؟ هو أن تدفع مال لغيرك على أن يرد لك مثله، يعني مالك سيرجع إليك. هذا مما يحفزك على البذل. فالمولى عز وجل قال: إنفاقكم في سبيل الله وتصدقكم وما تبذلونه من مال أنا أتعامل معكم كأنه قرض أقرضتموني إياه. ولك أن تتصور إذا كنت قد أقرضت المولى عز وجل، وسبحانه وتعالى لا غني عن عباده، ولا يستقرضون حاجة منه إلينا، بل يستقرضون لمنفعتنا، إنما يريد أن يزيد في تحفيزنا على الإنفاق. فقال: هذا المال سيرد إليك، بل سيرد إليك ما حسنات. وأنت أيها العبد الضعيف أحوج ما تكون إليه يوم القيامة هي الحسنات. لو قيل لك خذ الدنيا وما فيها، يعني يوم القيامة خذ الدنيا وما فيها في مقابل حسنات، لا أبيت ذلك ولا آثرت الحسنات على متاع الدنيا، لأن متاع الدنيا يوم القيامة لا قيمة له. فأعمل عقلك أيها العاقل وتفكر في هذا جيدا. تعطي مال، وهذا المال الذي تعطيه في سبيل الله هو من رزقك إياه. وأنفقوا في آيات كثيرة: وأنفقوا مما رزقناكم. من تبعيضية. مولا عز يقول لك: أنا أرزقك الكثير لكن أحثك على أن تنفق بعضه، يعني لا أطلب منك أن تنفق جميع مالك، بل أنفق بعضه. ويزيدك شيء آخر، أن هذا الذي تنفقه هو الذي رزقك إياه، ثم يستقرضك رزقه ليعطيك بدله حسنات يوم القيامة تتنعم بها النعيم الأبدي. ومع هذا لا تجد مجيبا إلى هذه النداءات وإلى هذه الدعوات إلا قليلا.
قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وصفه بأنه حسن. زيد فيضاعفه له أضعافا كثيرة التي ذكرها المولى عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة كما قال العلماء باعتبار حال المتصدق من جهة صدقه وإخلاصه، باعتبار نفع هذه الصدقة، باعتبار وقوعها موقعها. فالإنسان الذي يتصدق بمال خالصا في صدقته صادقا بها وضعها موضعها، وكان ما أحوج ما يكون المسلمون ولا الأفراد إلى هذا المال. ولهذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد فضل أبي بكر عليه، يقول: ما نفعني مال أبي بكر، لأن مال أبي بكر كان في أو وقع موقعه وكان في وقته المناسب، أحوج ما كان إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته. فهذا الذي يؤثر في مضاعفة الأجر. وجاء في الحديث الصحيح: سبق دينارين. ليست العبرة بالكثرة والقلة أيها الأفاضل، في النفقة والتصدق وفي كل العبادات ليست العبرة بالكثرة والقلة، بل العبرة بما يقر في قلب الإنسان من صدق وإخلاص، وبوقوع هذه الصدقة موقعها ووقوعها أو إخراجها في وقتها المناسب. نعم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ماذا فعل في ذلك اليوم؟ اشترى بئرا وسبلها للمسلمين، لأن المسلمين في ذلك الوقت أحوج ما كانوا إليه شربة ماء، وكانت بيد اليهودي يبتزهم بها أو يساومهم بها. ثم قال مولا: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه القصة في الحقيقة تمهيدا للقصة التي بعدها، وهي: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، فكأن القصة الأولى ممهدة للقصة الثانية. قال: ألم تر إلى الملأ، هنا ذكر القوم أصحاب القصة وهم ملأ من بني إسرائيل، ذكر القوم وذكر الزمن من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. أنتم تعرفون بأن بني إسرائيل في مرحلتهم الثالثة بعد أن أنجاهم المولى عز وجل من كيد فرعون وقومه، طلب منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، فأبوا الدخول، فعاقبهم المولى عز وجل بالتيه، يتيهون في الأرض 40 سنة. في مرحلة التيه توفي موسى وأخوه هارون عليهما السلام، وتولى أمر بني إسرائيل غلام موسى في قصة الخضر اللي هو يوشع بن نون. وكان هذا العهد يسمى بعهد القضاة في بني إسرائيل، فكان يسوسهم أو يتولى أمرهم القضاة، وهؤلاء القضاة بعضهم يكون من الأنبياء. وساء حال بني إسرائيل في هذه الفترة، فدب إليهم النزاع والشقاق وعبدوا الأوثان وانحرفوا انحرافا كبيرا، حتى سلط عليهم المولى عز وجل أقواما أخرجوهم من ديارهم كما سيصرحونهم بهذا. فطلبوا من نبي لهم، أكثر كتب التفسير على أنه صامويل، هذا النبي اسمه صامويل. من الذي طلب منه؟ طلب منه بنو إسرائيل في عهد ما يعرف بعهد القضاة، لأن بعد عهد القضاة سيأتي عهد المماليك أو عهد الملوك، وهو عهد داود وسليمان، وهي فترتهم الذهبية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن قالوا: ألم ترى إلى، والرؤية هنا رؤية علمية ليست رؤية بصرية، يعني لا يمكن للنبي عليه السلام أن يرى ما حدث لبني إسرائيل قبل قرون عديدة، فهنا ألم ترى بمعنى ألم تعلم. إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. عرفنا الملأ، عرفنا الفترة الزمانية، وعرفنا اسم النبي على ما ذكره أهل التفسير. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن نريد أن نقاتل، لأنهم عانوا الاضطهاد والقهر،
وهم يعلمون يقينا. وهذه القطعة مهمة جدا. بنو إسرائيل علموا أن هذا القهر والاضطهاد لا يخرجهم منه إلا الجهاد في سبيل الله، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. علموا أنه لا مخرج لهم من هذا إلا أن يجاهدوا في سبيل الله. فهي يقظة عند بني إسرائيل، يقظة للجهاد في سبيله. قالوا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ من قال لهم هذا؟ نبيهم هذا صموئيل. قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ جمهور المفسرين قالوا بأن هذه الجملة وقعت من نبيهم موقع الاختبار والتمحيص. هم جاءوا يريدون الجهاد، لكن هو أراد أن يختبرهم. هل هذه حماسة فقط سرعان ما تخبو وتنطفئ، أم هي رغبة حقيقية في الجهاد؟ هذا قاله جمهور المفسرين، ورتبوا عليه فوائد، منها أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة، فلا ينبغي للقائد أن يعول على الحماسة الجماعية، فهذه حماسة جماعية، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بعض القادة ينجر وراء هذه الحماسة، لكن نبيهم هذا كان فاطنا فأراد أن يختبرهم ويمتحن هذه الحماسة، هل هو اندفاع وحماسة حقيقية أم مجرد هبة أو حماسة سرعان ما تطفو وتخبت. قال فوضعهم محك التجربة. لكن طاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال هذه ليس فيه اختبار ولا امتحان، بل هذا فيه زيادة تحفيز لهم على الجهاد، مثل أن يقول القائل لآخر مثلا، يقول له هل تحمل هذا المتاع، هل تحمل لي هذا المتاع مثلا إلى السيارة ولا إلى الطابق الفلاني ولا، لكن ما أظنك أنك تستطيع حمله. يعني تحدي فيه نوع تحفيز، فهو ربما قد يتردد في حمله، لكن إذا سمع هذه الكلمة، سمعك تقول له ما أظن أن تحمله، فيتحداك فيحمله. طاهر بن عاشور قال هذا ليس فيه امتحان ولا اختبار، الامتحان والاختبار سيأتي من بعد، إنما هذا زيادة تحفيز منه. يعني أنتم تريدون الجهاد وأنا ما أظنكم أنكم ستجاهدون، فيريد أن يستفزهم ويشحنهم للجهاد. قال كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، كان جوابهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فذكروا مبررات كافية في الجهاد، يعني كأنهم أرادوا أن يقول حتى ولو لم يكتب علينا المولى عز وجل الجهاد لكان إخراجنا من ديارنا وأبنائنا كافيا في أن نجاهد عدونا، نسترجع من خلاله بلادنا ونسترجع به أبناءنا. وهذا في الحقيقة رد على من ينكر على من يجاهد لأجل الأرض ويقول الجهاد لأجل الأرض ليس جهادا في سبيل الله. أقل شيء إذا لم يكن جهادا في سبيل الله فهو جهاد مشروع لدفع الظلم، فتسترجع أرضك لتقيم عليها دينك. فبعضهم يلمز المجاهدين بأنهم يجاهدون لأجل الأرض، هؤلاء قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. وقال المولى عز وجل في أول آية جاء فيها الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في الجهاد، سورة الحج، ماذا قال المولى عز وجل؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر. ماذا قال بعدها؟ الذين أخرجوا من ديارهم. فالإخراج من الديار ليس أمرا هينا، حتى يعاب من جاهد لأجل أن يسترجع أرضه أو من جاهد لأجل أن يطرد العدو من أرضه. نعم تطرده من أرضك لتقيم عليها دينك. فعاد الأمر إلى جهاد في سبيل الله. فقالوا، وبعضهم قال لهم ذكروا مبررات كأنهم لم يكن جهادهم هذا في سبيل الله، إنما جهاد لأجل الأرض، وهذا في الحقيقة بعيد. نعم، وإن كان ربما نية وقصدا لبعضهم، لكن لم يكن هذا قصد جميعهم، لأن ستبقى وتثبت طائفة تقاتل العدو وينصرها المولى عز وجل عليه. وقد أخرجنا من ديارنا وأبناء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لاحظ لماذا لا تغتر
لا يغتر القائد بالحماسة الجماعية الأولى، لأنها قليلا ما تخفت. فلما كتب الخاص شرعوا في القتال أو أجابهم نبيهم إلى ما طلبوه تولوا، يعني انسحبت طائفة، والتي انسحبت أكثر من التي بقيت، لهذا قال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لاحظ سماهم ووصفهم بأنهم ظالمون. ولهذا أحسن الشاعر لما قال من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، يعني يقصدك إنسان تقول له لا أستطيع، لا أقدر، ليس عندي وقت. قال من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. هؤلاء قالوا نعم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لكن بعدها ماذا قالوا لا إلا قليلا منهم، فسماه المولى عز وجل ظلما لأنهم ظلموا أنفسهم بهذا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الآن هم يبحثون عن ملك يقاتلون من ورائه. نبيهم قال إن الله قد بعث لكم طالوت، وفي هذا دليل على أن القائد قد يكون موجودا لكن لا تشعر به الأمة، لا تشعر به الأمة. القائد كان موجود جاهز، لكن الأمة الغير الواعية لا تشعر بقائدها وهو بين أظهرها. لم يقل لهم انتظروا إلى أن يولد رجل نربيه على أيدينا يكون قائدا تجاهدون من ورائه، لا، القائد كان جاهز وهو معهم، لم يجلبوا لا من قمر ولا من ريخ. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وأكثر علماء التفسير ومن كتب في التاريخ أن طالوت هذا كان رجلا فقيرا، بعضهم قال كان فلاحا وبعضهم قال كان نجارا، لهذا استبعدوا واستنكروا أن يكون ملكا عليهم في الجهاد. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه مسألة مهمة. كثير من الناس إذا أرادت الشعوب أن تغير شيئا قالوا وإذا أزحتم أو أزلتم هذا الفاسد من يأتي مكانه؟ الأمة فيها الرجال يا جماعة، أزح الظالم والمستبد وستجد العشرات والمئات من المخلصين الصادقين الأكفاء ممن يقود الأمة أفضل وأحسن من هذا بكثير. فلا يظن أحدنا أن الأمة خالية من رجالها، لكن للأسف الشديد في كثير من الأحيان الأمة لا تكتشف قادتها، والسبب في ذلك هو اختلال في المعايير. أحيانا الأمة تكون عندها معايير كهؤلاء، كان عندهم معيار لكنه غير صحيح، وضعوا معيار للقائد وهي المعايير غير صحيحة، لهذا لم يجدوا قائدا مع وجوده حقيقة بينهم. إذا غيرت المعايير سيكتشفون القائد. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إذن استبعدوا أن يكون طالوت هذا الرجل الخامل الفقير كما جاءت الروايات يكون ملك علينا، والمعيار عندهم من الذي يؤتى الملك ولم يؤتى سعة من المال. عندهم قاعدة، لاحظتم إذا اختل المعيار لن تجد القائد وإن كان يعيش معك، لأن المعيار الذي وضعه للملك القائد ما هو؟ أن يكون ذا مال. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. الآن يأتي تصحيح المفاهيم. فقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، هذه في جواب أن يكون له الملك علينا ونحن أحق، هذا رأيكم. لكن نبيهم أجابهم إن الله اصطفاه ولستم أنتم من تصطفون قادتكم، نحن أحق، يعني نحن أولى بالملك. لو كما قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لستم أنتم من تملون على الله أين يجعل رسالته، نحن أحق، هذا الأمر ليس لكم، ما دام المولى عز وجل هو الذي اصطفاه وفق مؤهلات موجودة في هذا الرجل. فقوله إن الله اصطفاه عليكم هذا رد على قولهم أن يكون له الملك علينا ونحن
أحق بالملك منه. لا، الأحقية لستم أنتم من تضعونها. الأحقية يضعها المولى عز وجل وفق شروط محددة، فقط تبحث عنها، إذا وجدتها متحققة في شخص فذلك هو القائد، وليس الأمر إليك. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا جواب، ولم يؤت سعة من المال. قال مسألة الملك لا علاقة لها بالمال، بل الأصل أن القائد هو من يجلب المال لرعيته بواسطة الرعية، لا أن يأتي يسوسها بماله. كم ينبغي له أو يلزمه من مال ينفقه على هذه الأمة؟ إذن كانوا في تصورهم يسوسون بماذا؟ يسوسون بماله، يعني إذا ما عندوش المال لا يمكن أن يدير شؤون الدولة. نعم، هب أن هذا الطرح صحيح، كم يلزمه من مال حتى يدير شؤون الدولة؟ لا، السياسة الراشدة ما هي؟ أن تأتي بمن يجلب لك المال بحسن تسييره وسياسته لرعيته، لا أن يأتي هو بالمال. فليس الناجح من يرث مالا كثيرا لا يحسن إدارته، بل الناجح من ينطلق من الصفر أو يحسن إدارة ما معه من المال. فقال فذكر لهم نبيهم وصفين مهمين يستحق بهما المرء القيادة، وآتاه بسطة في العلم والجسم، يعني القوة الظاهرة والقوة الباطنة، لأن الوصف الواحد لا يمكن به إدارة شؤون الدولة. فقد يكون قويا، يعني يمكن أن ينفذ، لأن السياسة ماذا تحتاج؟ مثلا هنا حتى أقرب لكم المعنى، السياسة تحتاج إلى سلطات تشريعية وسلطات تنفيذية. هذه السياسة، سلطات تشريعية وسلطات تنفيذية. السلطات التشريعية لابد أن تكون مؤهلة علميا، يعني لأنها هي التي ستشرع، إذا تكون كفءا في التشريع، والكفاءة في التشريع تكون عن طريق أو بواسطة العلم. الكفاءة في التنفيذ، السلطات التنفيذية تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة لتنفذ، يعني سلطة، ما نقولوش قوة يعني بالقهر ولا، لكن أقل شيء عندها سلطة تنفيذية. هذان الشرطان المهمان في السياسة وفي القيادة. ماذا قال يوسف عليه السلام للعزيز؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم وحفظ، كيف تحفظ أنت بدون قوة؟ وكيف تسوس بدون علم؟ هذا الشرط هو الذي قاله أيضا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قوة وأمانة، إذن هذان الشرطان. ماذا قال المولى عز وجل في وصف جملة من الأنبياء؟ أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة، والسماء بنيناها بأيد، القوة، والأبصار العلم. إذن تحتاج إلى قوة وعلم، هذان الشرطان الضروريان في إدارة الشؤون العامة. ولهذا أكثر التجار أصحاب المحلات يعانون من أجير يتحقق فيه الوصفان، إما أن يعثر على أجير آمين لا يسرقه لكن ليس له دراية بالتجارة، ومن له دراية بالتجارة لا تجده أمينا، وقل أن تقع على قوي أمين. بسطة في العلم والجسم، هذا قل من يظفر به. إذن قال والله واسع عليم، يعني وقال لهم نبيهم، زادهم نبيهم آية وبرهان على أن طالوت هو المستحق للملك وآية ملكه. وقال له نبيهم إن آية ملكه، يعني دليل على أنه هو المستحق للملك زيادة على ما ذكرناه من أوصاف. قال أن يأتيكم التابوت، التابوت صندوق فيه سكينة من ربكم، يعني ينزل به المولى عز وجل بسببه سكينة عليكم، وأحوج ما يكون المقاتلون إلى السكينة في القتال كما وقع في بدر. قال من ربكم وبقية، فيه سكينة في الحقيقة. قالوا كان موسى عليه السلام
وإذا خرجوا مثلا في قتال لا خرجوا معهم هذا الصندوق، فينزل المولى عز وجل عليهم بسببه سكينة. وفيه بقية مما ترك آل موسى، قالوا فيه عصا موسى، فيه الألواح، فيه أشياء مما تركها موسى عليه السلام، وقد بعضهم قال انتزعها منهم الفلسطينيون لما قاتلوهم. فجعل لهم المولى عز وجل معجزة أن يأتيهم بهذا التابوت الذي يئسوا من الظفر به، أن يأتيكم التابوت فيه التابوت الألف واللام للعهد، يعني تابوت معهود عندهم، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون زيد تحمله من يأتي به، تأتي به الملائكة، تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم. يعني ما نسميها الآن احنا بالاصطلاح المعاصر معجزة. هذه المعجزة هي دليل وآية وبرهان على أن المستحق للملك هو طالوت. فبعدما ذكر المواصفات التي يستحق بها الملك زادهم آية حتى تطمئن نفوسهم ولا يعترضوا على استحقاق طالوت للملك. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. حق كل هذا الذي ذكرناه كان مراجعة لما سبق ذكره في الدرس الماضي. بعدها قال المولى عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص أرادوا بأن يكون طالوت ملكا لهم، الآن فصل يعني خرج بالجنود. طالوت الآن بعد ما تولى زمام الملك أراد أيضا أن يختبر من بقي معه، لأن الطائفة الأولى أو طائفة كبيرة سقطت قبل أن يتحرك الجيش. وهذا أيها الأفاضل فيه دليل على أن القائد دائما لا بد عليه أن يختبر رعيته وأتباعه بين الفينة والأخرى، ولا يركن لحماساتهم ولا لدعاويهم. بعض الناس من المغفلين الأغبياء يترشح لرئاسيات ولا للبرلمان معتمدا على الإعجابات في الفيسبوك، يعني يحسب ولا من المتابعين ولا المشتركين معه في القناة يحسب أن كل هؤلاء سينتخبون عليه، فلما رشح نفسه ما استطاع حتى أن يجمع العدد الكافي من الاستمارات. أين ذهب أصحاب الإعجابات؟ إذن كيف تعتمد؟ يعني وهم معه ومع هذا ما زال يختبرهم، لأنهم خارجون إلى أمر شاق لا يصمد له ولا يثبت فيه إلا الخلص من عباد الله. هذا الأمر أيها الأفاضل لا يكفي فيه الشعارات وكثرة الكلام، بل يكفي فيه رباطة الجأش وقوة القلب وقوة الإيمان، أنه ليس أمر هين، ليسوا خارجين في نزهة ولا في تبليغ دعوة سلمية، بل خارجون لمجابهة عدو شرس، فيحتاج القائد أن لا يبقى معه إلا من كان ثابتا، ولا ينبغي له أن يعول على من في قلبه مرض. فلهذا امتحنهم بامتحان يسير، والامتحان الذي امتحنهم به يتناسب مع المهمة المكلفة بها. الجهاد يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، والامتحان كان في الصبر. لم يقل من يصلي 1000 ركعة يواصل معي، لا، في مسألة هل يصبرون عليها أو لا. ولهذا ذهب جمهور المفسرين على أن الجيش أصابه عطش، كانوا عطشان، كانوا عطشانين فوردوا على نهر، فلك أن تتصور عطشانا يجد ماء ثم تقول له لا تغرف منه، يعني لا تشرب إلا مقدارا يسيرا. ولهذا أنتم ربما رأيتم بعض الفيديوهات عن جماعة مثلا تاهت في الصحراء وأحضروا له الماء، يعني يعطوه هو في الحقيقة لا يطلقون تصرفه في الماء حتى لا يضر به بسبب العطش، لكن أحيانا يكون الماء يكون قليل، فلو أعطيت القارورة لأحدهم لا أكملها وبقي الباقون بلا ماء، فيعطيه بالجرعة. فقال لهم نبيهم إن الله مبتليكم بنهر، يعني ستردون نهرا فيه ماء وأنتم عطشى، إن الله مبتليكم بنهر. ما هي السؤال الامتحان؟ فمن شرب منه فليس مني، من شرب من هذا النهر لا يواصل معي مسيرة الجهاد فليس مني، ومن لم يطعمه، يعني من لم يطعمه يعني من لم يشربه. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على أن الماء من الطعام،
ولهذا يجري فيه الربا، لأن علة الربا عند الشافعي هي المطعومات، والماء يجعله الإمام الشافعي من المطعومات. دليله هذه الآية: من لم، قال وش قال؟ فليس مني ومن لم يطعمه، مع أن هذا ماء يشرب. قال يطعمه فإنه مني، هذا الذي يواصل معي مسيرة الجهاد مني، إلا من اغترف، يعني استثنى لهم شيئا يسيرا، إلا من اغترف غرفة، وزيد تكون غرفة ولا غرفة، فيها قراءة تكون باليد، يعني مقدار ما تغرف بيدك، هذا هو المقدار المسموح به، ما زاد على ذلك هو دليل رسوبك في الامتحان. قال غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم، هاك شوف كانوا عددا كبيرا، سقط أكثره قبل أن يتحرك الجيش، ثم بعد أن تحرك الجيش وابتلاهم المولى عز وجل بنهر سقطت بقية أخرى. فأكثر الروايات عن أن الذي بقي هو بعدد من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، 313 بضعة عشر 317 رجلا. قالوا العدد الذي خرج مع النبي في بدر هو العدد الذي ثبت مع طالوت في جهاده. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا. شوف الامتحان الأول رسب من رسب، الامتحان الثاني رسب من رسب، الآن الذين نجحوا وما زال في قلوبهم شك في أن ينصرهم المولى عز وجل على هؤلاء، على جالوت وجنوده. فلما جاوزه، يعني خلاص هذو نجحوا في الامتحان الثاني، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما؟ لأن العدد قل، فقالوا فظنوا أن النصر مرتبط بماذا؟ بالعدد، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لن نهزم اليوم من قلة، فابتلاهم المولى عز وجل. الآن كل المعايير الدنيوية يسقطها المولى عز وجل في هذه القصة. كان شيء أيها الأفاضل لا يلقي له البشر بالا ولا حسابا، ولا يندرج ضمن استراتيجياتهم. الآن الغرب متفوق جدا في وضع استراتيجيات، يعني الخطط بعيدة المدى، لكن يتفوق عليه المسلمون بعنصر غير موجود عندهم، وهي الرعاية الربانية. الاستراتيجي العقل الغربي ليس في أدبياته فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، عنده إذا أردت أن تنتصر بكثرة العدد والعدة، وإلا فأنت منهزم. لكن احنا في استراتيجيتنا معشر المسلمين لا بد أن نعتبر هذا العنصر، بل هو من أول ما يعتبر. وأعدوا لهم ما استطعتم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا لا يؤمن به العقل الغربي الكافر، لكن هذا لا ينبغي أن يغيب عن العقل المسلم. فهؤلاء فكروا تفكيرا بشريا، قال العدد قل جدا، لهذا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دائما تتكلم الطائفة الواثقة في الله تعالى، الواثقة في نصره. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهنا يظنون يعني موقنون بلقاء الله. شفت الأقوى محفز في الجهاد ما هو؟ لقاء المولى عز وجل. حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت يعني كراهية لقاء المولى عز وجل. فالمحرك والوقود الحقيقي للجيوش أيها الأفاضل هو هذه العقيدة التي تكون في قلب المجاهد. هذا وصفهم المولى عز وجل بوصف واحد، وهم يظنون أنهم ملاقوا الله. لأن المجاهد يخاف على ماذا؟ يعني الذي يخرج للقتال كما ذكرنا يخاف على ماذا؟ يخاف على نفسه، يخاف أن يموت. لكن إذا استحضر هذه المعاني أنه إذا مات مات سيلقى ربه، وهو لاق ربه في الجهاد ولا في غير الجهاد. أنكم ملاقوا، قال الذين يظنهم أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذه استراتيجيتنا حنايا. نحن لا نعتمد على كثرة عددنا، نعتمد على ماذا؟ على نصر الله. وهل المولى عز وجل أيها الأفاضل عاجز على أن ينصر فئة قليلة على فئة كثيرة؟
هذا لا يعجز المولى عز وجل أصلا. فلماذا تثاقلتم عن الجهاد؟ بسبب قلة عددكم. كما قال عمر: وهل ننصر بكثرة عددنا وعدتنا؟ يعني هذا التفكير يكون صحيحا لو كان النصر بسبب كثرة العدد، لكن نحن معشر المسلمين لا نعتقد هذا ولا نتحرك بهذا المعنى، بل نتحرك وفق قاعدة صلبة متينة، وهي: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. بماذا؟ بإذن الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فعاد الأمر إليه سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذا الكون. فأنت الواجب عليك أيها العبد أن تؤدي دورك. مسألة النتائج تنصر أو لا تنصر هذه بيده سبحانه وتعالى، بشرط أن تحقق أسباب النصر المادية والمعنوية. والحمد لله هؤلاء حققوها، أعدوا ما أعدوا من قوة، امتحنوا امتحانين نجحوا فيهما. وهذا أيضا أيها الأفاضل فيه فائدة جليلة، وهي: هذا نرد به على من يشترط تقوى وإيمان الأمة وصلاح الأمة حتى نجاهد. خرج الجيش بمن رصب في الطريق، ولا لا؟ هل الأصل بتفكير هؤلاء ولا وفق تفكيرهم أين يقع الامتحان؟ قبل أن يتحرك الجيش. يا جماعة، لم تصبروا على الماء أجاهد معكم. الأصل هذا يكون الامتحان، لكن هذا غير وارد أيها الأفاضل. من أين أتوا بهذا الشرط أن يكون الجيش أو المجاهدون على أتقى قلب رجل واحد؟ نعم، ينبغي أن يكونوا هكذا، لكن إن كان في وسطهم من لم يبلغ هذه الدرجة بدليل أنه لم يصبر على شربة ماء، هل عطل الجهاد؟ لم يعطل. إذن في هذه القصة رد على من يشترط صلاح الأمة حتى تقوم بشعيرة الجهاد. وهذا الذي يشترط هذا الشرط نلزمه، نقول إذن اشترط هذا في الصلاة. يعني لا يصلي إلا من تخلص من جميع المعاصي. يعني لو أتيته قلت: يا شيخ أنا ما زلت مبتلى مثلا بالمخدرات، هل أصلي؟ على قواعده لا تصلي. لما؟ لأنك لم تصلح نفسك. يعطوننا الفرق بين الصلاة والجهاد والصيام والحج وغير ذلك، إن كلها عبادات. وهل مثلا إصرارك على معصية ولا اقترافك لبعض المعاصي هل يكون عائقا في النصر؟ لا يكون عائقا في النصر. ولاحظوا حتى امتحان الجيش لم يكن في الصلاة، ولا كان امتحانا في شيء متعلق بالجهاد وهو الصبر. اختبرهم في صبرهم فقط، لم يختبرهم لا في عبادتهم ولا في شيء آخر، ولا لا؟ الأصل أن يكون الاختبار وفق رؤية هؤلاء، أن يكون الاختبار في ماذا؟ في تقوى الجيش، ولا لا؟ اختبرهم في شيء هل يصبرون أو لا، معيار. أنت إذا لم تصبر على شربة ماء تصبر في مجابهة عدو. لاحظ حتى الامتحان كان مرتبطا بمسألة في الجهاد فقط، ولم يكن مرتبطة بصلاح الأفراد. وربما حتى من الفئة التي بقيت ربما بعضهم ما زال مبتلا ببعض المعاصي. واضح؟ إذن هذه القصة ترد على هؤلاء الذين يشترطون صلاح الأمة ولا يمكنهم أن يعطونا حدا نصل إليه حتى تجاهد الأمة، فكلما تحركت الأمة ضربوها بصوت المعاصي، والأمة فيها معاصي والأمة فيها ها، والجيش الذي خرج وما صبر. إذن كيف تعطل؟ بالعكس، إذا عطلت الجهاد فستزيد الطين بلة وستزيد الأمة هوانا. وشيخ الإسلام بن تيمية له كلمة جميلة، قال: من كثرت عليه معاصيه فليجاهد في سبيل الله. إن الجهاد هو أصلا كفارة للمعاصي والذنوب. هب أنك على معصية لم تستطع التخلص منها، لكنك جاهدت نفسك وجاهدت في سبيل الله وقتلت شهيدا، ألا تكون هذه الشهادة مكفرة لجميع معاصيك؟ بالعكس، المهم أن يكون صالحا محققا لشروط الجهاد. شيء آخر لا يهم كثيرا أيها الأفاضل، أنا أقول لا يهم كثيرا لكن ليس عائقا في إقامة شعيرة الجهاد. المهم نرجع لابن جوزي حتى لا نبتعد عنه كثيرا. قال: فصل طالوت، أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر قيل هو نهر
فلسطين. وقلنا تحديد الأماكن والأسماء هذا لا يهم كثيرا، ولو كان ذا أهمية لذكره القرآن. المهم نهر، لأن العبرة أين هي؟ في صبرهم من عدمه، لا في مكان النهر ولا في طبيعة النهر. قال فمن شرب منه، الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب. إلا من الآن ابن جزيز عندنا فائدة أخرى، وهي اختبار في طاعة الأمير، فيها اختبار على الصبر وفيها اختبار أيضا على الطاعة. فهؤلاء في الحقيقة لم يطيعوا الأمير، قال لهم لا تشربوا إلا غرفة. كي تجاوز أنت المأذون به معناتها لم تطع أميرك، فوقع الاختبار في صبرهم وأيضا في طاعتهم للأمير. قال إلا من اغترف غرفة، رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين يعني غرفة وغرفة، وهو المصدر وبضمها هو الاسم. فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000، فشربوا منه كلهم إلا 310. قلنا عدد من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش، لأن هذا الشرب في الحقيقة كان امتحانا فقط. قال بجالوت وجنوده، قالوا لا قبل لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال كان كافرا عدوا لهم، وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته، يظنون أن يوقنون، وهم أهل البصائر من أصحابه كما ذكرنا. إذن قال ولما برزوا لجالوت، شوف المقام العبودية الآخر، لكن عند برزوا خلاص التقى الجيشان. لاحظ يفزع هؤلاء لمن؟ للمولى عز وجل، لأنهم يعلمون أن النصر بيده. قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ولاحظ كلمة أفرغ، لم يقولوا ربنا صبرنا، أفرغ. كي تفرغ على واحد الماء يعني يحتاجون إلى صبر كبير حتى يجابه هذا العدو الغاشم. قال أفرغ علينا صبرا، زد وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء أيها الأفاضل علموا أن ميزان القوة بيده سبحانه وتعالى وليس في يد الكافرين. لهذا فروا إلى المولى عز وجل، أو فزعوا إلى المولى عز وجل، لأنه هو الذي يملك النصر ويملك القوة، لأنهم سيصبرون بقوة وسيثبتون بقوة. فليس ميزان القوة في أيدي الكافرين، وإنما هو في يده سبحانه وتعالى. فلما علم هؤلاء الخلص من عباده أن ميزان القوة في يده فزعوا إليه سبحانه وتعالى، فقالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، لأنك أنت الذي تملك القوة وبيدك الأمر كله. قال وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. وأنتم تعرفون الفاء تفيد التعقيب مع التراخي، يعني كأن هزيمتهم لم تأخذ وقتا طويلا، وجاءت سبحان الله عقب دعائهم، كأنهم دعوا المولى عز وجل فاستجاب لهم، كأن المولى عز وجل طاوى مرحلة القتال، كانوا بمجرد ما انتهوا من دعائه سبحانه وتعالى نصرهم على عدوه. قال فهزموهم، لكن يعيد المولى عز وجل يذكرهم بشيء مهم بإذن الله. فلماذا تفشل إذا كان عددك قليلا؟ لماذا تفشل وتترك الجهاد إذا كانت عدتك قليلة؟ والنصر بإذنه سبحانه وتعالى. وقتل داود جالوت. داود عليه السلام هذا أول اكتشاف لنبي الله. داود كان ضمن الجيش الذي كان ملكه طالوت، باش تفهموا القصة، وهذا أول اكتشاف لداود عليه السلام. داود هو الذي قتل جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، فتسلم نبي الله الملك بعد قتله لجالوت. وداود سليمان وداود عليهما السلام كانوا أنبياء ملوكا، يعني جمعوا بين النبوة والملك. وهذا العصر هو العصر الذهبي لبني إسرائيل، والذي لم يدم إلا 7 عقود، يعني 70 إلى 80 سنة. لهذا هم متخوفون جدا من سقوط كيانهم، لأنه في عقده الثامن، كتحسب لهم 48 من تاريخ قيام
هذا الكيان الغاصب رام في حدود 80 سنة، وأقصى ما بلغوه في ظل ملك داود، وكان ملك داود أقوى من ملك سليمان. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، يعني ملك ونبي. ثم أعطى المولى عز وجل قانونا عاما وسنة كونية، وهي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لولا هذه المدافعة، والمدافعة قد تكون بالجهاد وقد تكون مدافعة علمية، لأن يعني لولا المدافعة لفسدت الأرض. لماذا تفسد الأرض دون المدافعة؟ لأن أهل الشر الكفار وغيرهم إذا لم تدافعهم تمكنوا من هذه الأرض، وإذا تمكنوا منها أفسدوها. فلا سبيل إلى رفع الفساد إلا بمدافعة أهل الفساد. يعني أن تنتظر، فهموا جيدا أيها الأفاضل، أن تنتظروا من المفسد أن يصلح، هذه غير موجودة، بدليل قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا أردت الصلاح فلا بد أن تدفع المفسد، إذا أردت الصلاح فلا بد أن تدفع المفسد. لهذا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. معنى ذلك أن سنة المدافعة هل تنقطع أو لا تنقطع؟ لا تنقطع، واضح، لا تنقطع. وفهموا مني هذا جيدا، سنة المدافعة لا تنقطع. لما؟ لأن المولى عز وجل لا يرضى الفساد في الأرض. يعني يكون نرتبها على شكل مقدمة منطقية. المقدمة الأولى ما هي؟ أن المولى عز وجل أو أن الكفار يفسدون في الأرض، والمولى عز وجل، المقدمة الثانية، المولى عز وجل لا يرضى أن يكون الفساد في الأرض، واضح، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمدافعة. فتكون سنة المدافعة سنة مستمرة، لأن المولى عز وجل لا يرضى الفساد. ما دام سنة الدفع مستمرة، ما دام سنة الدفع مستمرة، هب أن الناس أبوا أن يدافعوا وأبوا أن ينخرطوا في هذه المدافعة. يقدر يجي إنسان، يمكن أن يأتي إنسان ويعترض، يقول لك أنت تقرر بأن سنة المدافعة سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، لكن هب أن الناس تقاعسوا عن الجهاد، تأتي سنة كونية ثانية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. سنة المدافعة لابد أن تبقى بك أو بغيرك، يعني انسحابك لن يوقف هذه السنة. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا ما ركبتش في الحافلة ستضر بنفسك، الحافلة رايحة والطائرة مقلعة بك أو بغيرك. أبيت الركوب شوفوا في القائمة الاحتياطية شكون اللي بعد هذا، اركب والطائرة تقلع. يعني امتناعك من الركوب لن يوقف هذه الرحلة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لما؟ لأن المولى عز وجل كتب أو جعل سنة المدافعة سنة كونية لن تتغير، وما دام المولى عز وجل جعل سنة المدافعة سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، إذن لا بد ممن يمارس هذه المدافعة. فإن انخرطت فيها فبها ونعمت ونلت شرف المدافعة، إن أبيت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يعني هذا القصص وهذه الآيات هي دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال وإنك لمن المرسلين، لأن هذه الحوادث لم تعشها أنت. من الذي أخبرك بها وهي من الغيب؟ لا شك أن الذي أخبرك بها هو المولى عز وجل الذي يعلم الغيب، وهذا دليل على أنك من المرسلين. قال وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الحق هذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، تلك الرسل، لأن هذا متصل بما يأتي من المعاني. فقط نقرأ ما ذكره ابن جوزي. قال وقتل داود جالوت كان داود في جند طالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثير غير صحيح.
وفي قصة داود وسليمان فيها من الإسرائيليات ما وصلوا بها إلى شو نقول احنا الاعتداء على مقام نبوة داود وسليمان. قال والحكمة هنا النبوة أو الزبور، وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك مما علمه المولى عز وجل نبي الله سليمان. قال ولولا دفع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض. لاحظ دفع العباد بعضهم بعض منة من الله. لما؟ لأن تركهم بلا مدافع يكون هو الفساد أو الفساد في الأرض. قال وقرئ دفاع معروف بالآلف ودفع بغير الآلف والمعنى متفق. قال تلك الرسل إشارة إلى جماعتهم، وإن كان المعنى واضح تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذه الآية فيها دليل. شحال عندهم اللي يأذن بزاف؟ معلش سريعا فقط. إذن قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا دليل على أن الرسل يتفاضلون. الرسل يتفاضلون، نعم مشتركون في أصل النبوة والرسالة، لكن يفضل بعضهم على بعض. قال منهم من كلم الله، هذا من ميزات الفضل. منهم من كلم الله وهو موسى عليه. كلم الله هو كلم المولى عز وجل. إذن من الذي كلمه؟ الله. هذا الميزة. أما أن يكلم البشر المولى عز وجل فهذه لا ميزة. كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يعني مما أجراه المولى عز وجل على يد عيسى عليه السلام من الآيات البينات، من إحياء الموتى والإبراء الأكمه والأبرص. قال وأيدناه بروح القدس اللي هو جبريل. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. لاحظ هذا اختلاف بعد ماذا؟ بعد علم وبينات. قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني هذا الاختلاف هو الذي دفع إلى التدافع والاقتتال. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن هذه أيضا من السنن الكونية أن يقع الاختلاف ثم يقع الاقتتال. قال ولكن الله يفعل ما يريد. قال تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، يعني جماعة الرسل. فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول على مفضول. هل هذا يفضل هذا، هذا يفضل هذا، هذا كلام آخر. كقوله لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى، فإن معناه النهي عن تفضيل، عن تعيين المفضول، تقول هذا أفضل من هذا، هذا يحتاج إلى دليل. أما التفاضل جملة فهذا مما نص عليه القرآن لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. كل حال الجمع بين هذين الحديثين له وجوه كثيرة ربما نرجع إليها. قال من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم قيل هو محمد لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس وغير ذلك لقوله ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم، لكن تعيين هذا التفاضل الله أعلم به. قال من بعدهم أي من بعد الأنبياء، لأن الاختلاف متى وقع الاقتتال؟ بعد الأنبياء، لأن أصل الاختلاف كان على الأنبياء، أصل الاختلاف كان على الأنبياء، منهم من آمن به ومنهم من كفر، فلما اختلفوا وافترقوا اقتتلوا. قال من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع، هذا واضح. ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. إذا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني وهذه الإرادة هذا نسميها الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية، لأن المولى عز وجل لا يريد أن يقتتل العباد إلا إذا كان الاقتتال بين الحق والباطل، فهذا أراده المولى عز وجل كونا وأراده شرعا. لكن اقتتال الفتنة الذي يكون بين الطائفة الواحدة هذا لا يريده المولى عز وجل شرعا، إنما يريده كونا وقدرا، واقع كونا وقدرا، لكنه غير مراد شرعا، كما تقع المعاصي في ملكه سبحانه وتعالى. أما اقتتال أهل الحق مع الباطل فقد أراده المولى عز وجل شرعا وأراده كونا.
والله أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.